اهلا بيكم في حلقه جديده من هجرب اقول لك. حلقه النهارده هنجرب نعمل البيتزا العالميه بتاعت المطاعم في البيت. عارفين يا جماعه البيتزا بتبقى مقرمشه من بره كده والطريه من جوه، وقبل ما تلاقي كده الحشو فوق في حته كده طريه فيها الصلصه الجميله كده بتاعت البيتزا. عارفينها؟ تحفه، بتبقى جامده جدا. عن تجربه انا عرفت كده 6-7 تريكات هقولها لكم في الفيديو ده. تابعوني للاخر هتدوقوا احلى بيتزا لو عملتوا نفس الوصفه دي. هتشوفوا احسن طريقه للبيتزا بجد لو شفتوا الوصفه دي للاخر. انا متاكد ومتحمس جدا اعملها واوريها لكم عشان تشوفوا التريكات دي وتتعمل بيتزا زي بتاعت بره بالظبط. يلا بينا نبدا الحلقه. اول حاجه قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل سبسكرايب لو لسه مش عارف، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده علشان ينتشر ويوصل لناس اكتر. اول حاجه معانا الدقيق. انا جايب 250 جرام وده مقدار بيتزايه واحده بس. لو انت عايز تعمل 2 هتضاعف الكميات اللي انا بقولها كلها. وهنحط عليها ربع معلقه سكر، وهنحط عليها نص كيس خميره فوريه. نص الكيس ده تقريبا اللي هو 5 جرام. وبعد كده هنقلب كويس. وبعد كده هنحط عليها 200 مللي ميه دافيه، ولا سخنه ولا ساقعه. وهنا دي اول تريكه. لو حطينا ميه سخنه العجينه ما بتطلعش كويسه، لو حطينا ميه ساقعه العجينه ما بتطلعش كويسه والتخمير مش بيبقى كويس. هنحط الميه الدافيه ونقلب، ونحط في نص العجنه 10 مللي زيت زيتون. ودي تاني تريكه. زيت الزيتون بيعمل تأثير قوي جدا في التخمير وفي العجينه، بيطلعها هشه وحلوه زي محلات بره بالظبط. ونحط في النص تقريبا 3/4 معلقه صغيره او معلقه صغيره ملح. العجينه مسكت في ايديا شويه بس ده معناه ان هي نجحت، لان هي دي التريكه رقم 3. العجينه لازم تبقى زي اللبانه كده بتمسك في ايدك. احنا زمان كنا لما نلاقي العجينه كده نروح حاطين عليها دقيق علشان تبقى ماسكه نفسها. ده بيخلي العجينه تبقى ناشفه وما تكونش فلافي كده. بصوا يا جماعه ده شكل العجينه، فلافي وملزقه كده عامله زي اللبانه في ايدك. دلوقتي هنجيب بوله تاني وندهنها زيت زيتون. ندهنها كويس زيت زيتون. هنحط العجينه بتاعتنا فيها ونسيبها ترتاح خالص. هندي العجينه دهنه زيت زيتون برضو. هنقفل عليها بالسكريتش ونحطها في مكان دافي او مقفول، فاعتقد انا هحطها في الميكرويف ونرجع لها لما تخمر شويه وتكبر عشان نبتدي نحطها في الصينيه. بعد ما سيبناها شويه خمرت كبرت حبه صغيرين، هنيجي للخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها هي ان احنا هنجيب الصينيه اللي هنعمل فيها البيتزا وهندهنها زيت. زي ما قلنا في التريكه رقم 1 ان زيت الزيتون من تريكات البيتزا اللي احنا هنقول عليها. هنحط زيت الزيتون مش كتير، هندهن بس بنقطتين كده. ندهنها الصينيه كلها، نتاكد ان احنا دهنا الصينيه كلها. وبعد كده هنحط العجينه بتاعتنا في نص الصينيه. والخطوه دي خطوه حاسمه. طبعا دلوقتي المفروض هنفرد العجينه في الصينيه بتاعت البيتزا. طبعا كلنا كنا بنفرد العجينه باللي هي النشابه دي اللي هي بتفردها عشان تبقى رقيقه، تبقى على قد الصينيه بالظبط. دي انا اكتشفت ان هي غلط جدا. ليه؟ لان هي البيتزا بتبقى العجينه جواها بابلز، هي دي اللي بتخلي بره مقرمش وجوه طري، ونشوف فيها كده شكل العجينه بتاعت البيتزا بتاعت بره. فاحنا لما بنفردها بالنشابه بنطلع كل البابلز دي بنفرقعها، فبتبقى حته واحده فبتنشف فبتبقى طعمها ناشف. فاحنا دلوقتي المفروض هنفردها بصوابعنا، فما نفردش، ما نستخدمش اي حاجه غير الصوابع بتاعتنا. وده شكل البيتزا بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، فيها بابلز جوه البيتزا. لو انت بتتفرج لحد هنا هنقول لك التركه الخطيره جدا، وهي ان احنا مش هنحط التوبنج او الحاجات اللي فوق والصلصه والحاجات كده وبعد كده ندخلها الفرن. لا، احنا هندخلها الفرن دلوقتي لمده 5 دقائق على درجه حراره 180، وبنكون مشغلين الفرن من قبلها بشويه علشان الفرن يبقى سخن. وبعد كده نطلعها نحط عليها التوبنج بتاعتنا بقى، الصلصه والموتزاريلا واي حاجه انت عايز تحطها. انا النهارده هعمل بيتزا مارجريتا العاديه خالص علشان نشوف طعمها مفيش حاجه يبقى طاغيه على العجينه. بينا نعمل الصلصه عقبال من 5 دقايق خلاص. طبعا دي التركه الاخيره معانا وهي الصلصه. الصلصه بتاعتها بتبقى مميزه جدا بتاعت مطاعم بره كده، فتعالوا اقول لكم المقادير اللي بتبقى في الصلصه دي. هنحط اي معجون طماطم،
احنا عندنا معلقتين ونص من المعلقه الكبيره. بعد كده هنحط رشه ملح صغيره، نص معلقه ملح صغيره. بعد كده هنحط ربع معلقه سكر. بعد كده هنحط زعتر. الزعتر وانت بتحطه لازم تفرمه كده علشان ريحته تطلع شويه. وهنحط معاها معلقه زيت زيتون، معلقه صغيره طبعا زي ما انتم شايفين ان زيت زيتون في كل حاجه في البيتزا، ودي اللي بتخليها زي مطاعم كده، طعمها حلوه وريحتها حلوه. بعد كده هنقلب كل الخليط ده مع بعض. المفروض نحط معاه ريحان بس انا مش بحب الريحان فما حطيتوش بصراحه، فلو انت بتحب الريحان هاته اخضر وقطعه بايدك على الصلصه، ما تقطعوش بسكينه بره وبعد كده تحطه، لان هو بينزل منه عصاره، فدي اللي بتخلي ريحته برده باينه في الاكل قوي. ده لو انت بتحب الريحان. وده شكل الصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، زي بتاعه بره تقريبا قوي. وطلعنا العجينه بتاعتنا، طبعا مش هتبان عندكم ايه اللي حصل فيها لان نفس اللون تقريبا، بس هي استوت حبه صغيرين. هي الفكره ان هي تستوي شويه وبعد كده نحط عليها التوبنج عشان التوبنج ما يتحرقش ويبقى فريش كده. فاول حاجه هنعملها هنحط الصلصه بتاعتنا. طبعا ان هي العجينه مش في حته واحده، فهي فيها فوارغ كده او فيها مكان البابلز، دي اللي بتخلي الحته الطريه اللي هي بين الموتزاريلا وبين العجينه اللي تحت. طبعا انت بتحط عليها حاجه غير الموتزاريلا، فانت المفروض تحطها دلوقتي اي توبنج وبعد كده نحط الموتزاريلا. ودلوقتي هنحط الموتزاريلا بتاعتنا. ده شكل البيتزا بتاعتنا. متحمس قوي يا جماعه، ولازم تجربوها بنفس الطريقه دي ونفس التركات دي، صدقوني تطلع حلوه جدا. واخيرا البيتزا جاهزت. بصوا يا جماعه الشكل والحلاوه جامده قوي. طبعا انا عاملها رفيعه علشان انا بحب البيتزا رفيعه شويه. لو انت عايزها اللي هي السميكه شويه والاطراف السميكه الكبيره دي، هتزود العجينه وتدوس من جوه عشان الاطراف تبوظ، يعني تبقى طالعه فوق شويه. لكن انا بحبها رفيعه كده عشان كده عملتها. يلا بقى نشوف طعمها وشكلها عامل ازاي. نجيب القطعه بتاعتنا ونقطعها زي ما بيقطعوا. تقطيعه احترافيه، اكني كنت بشتغل في محل بيتزا. واو، بصوا يا جماعه بتمط ازاي، جامده. ده شكل البيس. لو شايفين كده من الجنب فيها الحته الطريه دي اللي هي الصلصه مع الموتزاريلا، من تحت كده شايفين لما احنا دوسنا فعملنا الفقاعات دي. شكلها يا جماعه تحفه. يلا بينا ندوق. بصوا يا جماعه العجينه من جوه فلافي كده، والحته اللي هي بتاعت الموتزاريلا مع الصلصه روعه. وبس كده وصلنا لاخر الحلقه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تعمل اشتراك، سبسكرايب، وما تنساش تتفرج على بقيه الحلقات اللي فاتت. عملنا حلقات كتير، سيبوا لكم في الكومنتات ولو عايزين ايه تاني نعمله في البيت او اي مطاعم نجربها. وبس كده، سلام.